السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم رضا ومحبة من الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير على متابعين الغاليين على قلبي، وحشتوني جدا جدا من آخر حكاية حكيناها مع بعض، وكلنا عارفين إن البيوت أسرار، وإن ورا كل باب 100 حكاية وحكاية. وأنا جاية لكم النهاردة بقصة جديدة وحصلت أحداثها بالفعل. بس قبل ما نحكي حكايتنا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان كل ما نحكي حكاية جديدة يوصل لكم إشعار مني على طول. ويلا بينا نحكي حكايتنا. وقبل ما احكي لكم حكايتي احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي شمس وعمري 24 سنة، وحيدة امي وابويا، وكنت مرفهة جدا، وطبعا كنت بدخل مدارس خاصة وعربية بسواق تحت امري في اي وقت، وعايشة في فيلا كبيرة. لكن فجأة كل حاجة راحت لدرجة اننا ما كناش لاقيين العيش الحاف ناكله. تعالوا معايا واسمعوا حكايتي من الأول، وازاي أخدت حقي تالت ومتلت. وحكايتي بدأت من وانا عندي 16 سنة، وفي الوقت ده بابا كان قاعد في المكتب بتاعه في شركته، ودخل عليه وائل السواق وقال له: توفيق بيه، أنا ليا عند حضرتك طلب، ممكن تنفذهولي؟ يا ريت تتكلم على طول يا وائل لأني مش فاضي. بنت خالتي حالتها المادية وحشة جدا، وبتجري على ابوها المشلول وامها المريضة. بس انا برضو مش فاهم، هي بنت خالتك دي عايزة مساعدة مني يعني ولا ايه؟ لا يا باشا، دي نفسها عزيزة عليها قوي وما بترضاش تمد ايديها لأي حد. يا ريت يا وائل تبطل كلام كتير وتقولي عايز ايه بالظبط. بنت خالتي يا باشا عايزة شغلانة تقدر تصرف بيها على اهلها من غير ما تمد ايديها لأي حد. وطبعا بابا كان معروف بين الناس انه هو راجل طيب وخير جدا وبيساعد الناس كلها، عشان كده رد عليه بسرعة وقال له: طيب خلاص يا وائل، هاتها بكرة على الشركة وانا هكلم حامد يشغلها. قال له: قول لي صحيح، هي اسمها ايه بنت خالتك دي؟ اسمها زيزي يا باشا، انما ايه، هتعجبك قوي. تعجبني ازاي يعني يا وائل؟ يا ريت توضح كلامك. ها، قصدي يعني يا باشا، شغلها هيعجبك قوي، اصلها شاطرة قوي ومجتهدة كمان. على العموم هنشوف، لو مجتهدة في الشغل انا هخليها سكرتيرة مكتبي. وعدى شهر على كل اللي حصل ده، وفي يوم من الايام كنا بنفطر على السفرة بتاعتنا في الفيلا، وقلت لبابا وماما: هو انتوا هتيجوا معايا النادي النهارده؟ اشمعنى النهارده يعني يا شمس؟ الله، هو في ايه يا بابا؟ شكلك كده نسيت، انا عندي بطولة النهارده. ياه، انا اسف قوي يا حبيبتي، والله فعلا نسيت، بس هوعدك هحاول اجي معاكي. لا طبعا يا توفيق، لازم تيجي، انت عارف ان شمس بنتك بتتفائل بوجودك جدا، وكمان البطولة دي بعد العصر، يعني اهو نتغدى كلنا مع بعض. لا غدا ايه، انا هاجي على البطولة على طول ومش هستنى الغدا. يعني انت مش شايف يا توفيق ان انت بقالك فترة طويلة مش بتتغدى معانا خالص؟ جرى ايه؟ هو انت معدتك اخدت على اكل المطاعم ولا ايه؟ ما انتي عارفة يا أميرة ان انا مليش في اكل المطاعم خالص ولا ليا فيها، بس يا ست السكرتيرة الجديدة كل يوم والتاني تجيب لي اكل معاها من البيت وبتعمل حسابي معاها، واهو اديني بوفر وقت اللي بقضيه في الغدا برا الشركة. وماما اللي اتضايقت جدا وقالت: والسكرتيرة الجديدة دي بقى بتجيب لك اكل من بيتها ليه؟ عادي يعني يا أميرة، كتر خيرها اللي هي بتعمل حسابي معاها في الغدا، الست تشكر طبعا. لا مش عادي يا توفيق، من هنا ورايح انا اللي هبعتلك الغدا من البيت على الشركة، مفهوم؟ ومش هتاكل من ايد اي حد غير من ايدي انا. وبابا اللي قعد يضحك وقال لها: حاضر يا ستي، طيب ممكن بقى تبطلي غير على الفاضي يا ام شمس؟ وبابا اللي خلص كلامه وسابنا وراح على الشركة على طول. وفي الوقت ده دخلت عليه زيزي السكرتيرة ومعها الأكل، وقالت له: يلا سيب كل اللي في ايديك، ده ميعاد الغدا يا توفيق بيه. والله برافو عليك يا زيزي، ده انت ظابطة كل حاجة بالدقيقة. طبعا يا توفيق بيه، ما انا لازم اهتم بكل حاجة خاصة بحضرتك عشان احافظ على صحتك دايما. وفي الوقت ده باب المكتب خبط عليهم، ودخلت السكرتيرة رباب وقالت: مدام أميرة بعتت الغدا بتاع حضرتك مع السواق يا توفيق بيه.
صحيح، تصدقي كنت هنسى. هي فعلا مدام أميرة قالت لي هتبعت الغدا النهاردة. طيب سيبيه هنا يا رباب واخرجي انت دلوقتي. ورباب السكرتيرة حطت الغدا على المكتب وخرجت على طول، وزيزي اللي فضلت تعيط وقالت له: يعني حضرتك مش هتاكل النهاردة من أكلي؟ عشان كده طلبت من مدام أميرة تعمل لك الغدا بنفسها. هو صحيح أكلي مش قد المقام، بس والله أكلي نضيفه زي الفل، وده أنا بقف على رجلي من الفجر عشان أقدر أعمل الغدا لحضرتك. وطبعا عشان بابا كان راجل طيب صدق كلام زيزي وصعبت عليه جدا وقال لها: خلاص خلاص يا زيزي، يا ريت تبطلي عياط، وانا خلاص يا ستي هاكل من اكلك وما تزعليش. وزيزي اللي قعدت تضحك وحطت ايديها على ايدين بابا وقالت له: ربنا يخليك ليا يا توفيق بيه ويكبر بخاطرك زي ما انت جبرت بخاطري. والله يا توفيق بيه انت ليك معزة في قلبي مش قادرة اوصفها قد ايه. وبابا اللي اتوتر جدا وسحب ايده بسرعة وهو بيقول لها: ها، طيب طيب، يلا نتغدى مع بعض، الاكل كده هيبرد. وعدى شهر كمان على كل اللي حصل ده، وزيزي السكرتيرة كانت بتعمل كل اللي بجهدها عشان تلفت نظر بابا ليها. وفي يوم من الأيام زيزي كانت قاعدة مع وائل السواق في الكافيه وقالت له: كفاية بقى لحد كده يا وائل، أنا زهقت وتعبت. الراجل ده إيه ما بيحسش خالص كده؟ ده أنا عملت كل اللي أقدر عليه وهو ولا هنا. معلش يا ستي حاولي كمان معاه، ما انتي عارفة هو متعلق ببيته ومراته شوية شوية. قول شويتين تلاتة يا اخويا. بقولك ايه يا وائل، شوف لك حل تاني يا اخويا معاه. معلش يا ستي استحملي عشان خاطري، عشان نقدر نتلم ببيت واحد ونتجوز. ما انتي عارفة لو حطينا ايدينا على ثروة توفيق بيه هعيشك عيشة ما كنتش تحلمي بيها. ياه، امتى بقى يا وائل؟ بقولك ايه، ما تيجي نفكر في خطة تانية نستولى بيها على ثروته. انا عندي خطة تانية بس انت توافقي. انا موافقة على كل اللي انت عايزه، انا من ايدك دي لايدك دي، المهم ناخد الماني. ووائل اللي قالها على الخطة كلها. وفي يوم التنفيذ دخلت زيزي المكتب على بابا ومعها فنجان القهوة، وبابا اللي قالها: تصدقي يا زيزي فنجان القهوة ده جه في وقته بصحيح، انا كانت دماغي مصدعة قوي. عشان تعرف بس يا توفيق بيه ان انا بحس بيك دايما. وبابا بعد ما شرب الفنجان كله راسه تقلت ونام على طول. وزيزي اللي فتحت باب المكتب لوائل وقالت له: يلا بسرعة يا وائل قبل ما يفوق، معاك الكاميرا؟ ايوه معايا الكاميرا وهثبتها يا ستي في المكتب بنفسي. طيب بسرعة، صحيح، طلع كمان كاميرا الموبايل بتاعك وصورني معاك كده شوية صور. طيب يلا انت كمان يا زيزي اقلعي البلوزة اللي انت لابساها دي وانا هقلع لتوفيق بيه القميص. ووائل السواق اللي شال بابا وحطه على الكنبة وعمل كل اللي هم عايزينه، وبابا كان في دنيا تانية خالص. وبعدها زيزي لما لقت بابا بدأ يفوق قالت لوائل: يلا امشي انت دلوقتي يا وائل، شكله كده هيبدأ يفوق، وشغل الكاميرا اللي في المكتب وتصور كل اللي هيحصل دلوقتي، مفهوم؟ حاضر يا زيزي، بس بقولك ايه، انا عايز اداء مقنع، مفهوم؟ لا ما تخافش عليا، ده انا هبقى ولا امينة رزق في عز مجدها. وزيزي ووائل اللي قعدوا يضحكوا مع بعض بكل شر، ووائل اللي خرج من المكتب وقفل الباب، وبابا اللي بدأ يفوق ولقى زيزي نايمة جنبه. وفجأة فتحت عينيها وبرقت وعملت نفسها مصدومة وهي بتلطم على وشها وبتقول: يا لهوي يا لهوي، انت عملت فيا ايه؟ حرام عليك، ضيعتني منك لله. يا لهوي، انا مستقبلي ضاع خلاص، منك لله، حرام عليك. وبابا اللي كان بيبصلها بصدمة ومش مستوعب كل اللي بيحصل قدامه وقال لها: ابوس ايديك يا زيزي ووطي صوتك شوية، والله انا مش فاكر اي حاجة، انا معرفش اللي حصل ده حصل ازاي. هو انت هتكدب من اولها؟ ده انا فضلت اصرخ وحاولت اهرب منك واتحايل عليك واقول لك عشان خاطر تسيبني في حالي، بس انت اللي ما رحمتنيش. انتي بتقولي ايه يا زيزي؟ انا فعلا عملت كده، انا مش فاكر اي حاجة.
يبقى انت عايز تهرب من عملتك السودا معايا؟ لا، ده انا هطلع من هنا دلوقتي على البوليس على طول، وهقول لهم على كل اللي انت عملته فيا، وبعدها هروح لمراتك وبنتك وهحكي لهم على كل اللي حصل. وبابا اللي بقى يرتعش زي العيل الصغير، وبقى يتحايل على زيزي ويقول لها: لا، ابوس ايديك يا زيزي، انا مستعد اعوضك واعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس مراتي وبنتي لا. خلاص، لو انت عايز تصلح غلطتك معايا تتجوزني. وبابا اللي قعد يفكر شوية وما كانش عارف يرد عليها ويقول لها ايه، لكن زيزي اللي اتعصبت جدا وقالت له: هو انت لسه هتفكر؟ لا لا لا، خلاص خلاص، هتجوزك واعمل لك كل اللي انت عايزاه. ومن الوقت ده بدأت زيزي ووائل السواق يبتزوا بابا بأبشع الطرق، وأولها لما دخل عليه وائل السواق بعد أسبوع بالظبط وقال له: توفيق بيه، أنا فرحان قوي إن إحنا هنبقى نسايب. نعم، نسايب؟ نسايب إزاي يعني؟ أنا مش فاهم حاجة. مش انت برضو هتتجوز بنت خالتي يبقى نسايب ولا مش نسايب يا عم؟ هنبقى نسايب، بس وطي صوتك شوية، محدش يعرف بالموضوع ده خالص. ما تخافش يا توفيق بيه، سرك في بير، بس انا ليا طلب عندك، ما ينفعش نكون نسايب وابقى السواق بتاعك. نعم، امال انت عايز تبقى ايه يعني؟ ابقى مدير الشركة دي كلها بدل حامد بيه. ها، قلت ايه؟ وبابا اللي اتعصب جدا وقعد يزعق وقال: انت اتجننت يا جدع انت، انا مستحيل اوافق على حاجة زي كده. ووائل السواق اللي قعد يضحك بكل شر وطلع موبايله من جيبه اللي صور فيه بابا وزيزي لما كانوا مع بعض، وقال: بس لما تشوف الصور الحلوة دي هتوافق غصب عنك يا توفيق بيه. وبابا اللي أول ما شاف الصور اتصدم جدا وحط ايده على راسه وما كانش عارف يرد ويقول له ايه، لكن وائل اللي قال له: صحيح يا بيه، العربية اللي كنت سواق عليها تتكتب النهاردة باسمي، اصل ما ينفعش يعني مدير عام الشركة كلها ما يبقاش عنده عربية. ووائل السواق اللي خلص كلامه وخرج من المكتب وهو بيضحك. اما بقى زيزي اللي دخلت المكتب على طول وقالت لبابا: بقولك ايه يا حبيبي، انا رحت للجواهرجي النهارده واخترت عنده شوية حاجات، انما ايه، تحفة، والفاتورة هتجيلك على المكتب هنا. وبابا اللي بقى يبصلها بكل قهر وحزن وقال لها على كل اللي عمله معاه وائل. وزيزي اللي قالت له: انا بجد مش فاهمة، هو انت مستخسر منصب مدير عام الشركة في ابن خالة مراتك المستقبلية؟ وعدى شهرين على كل اللي حصل ده، وحرفيا وائل وزيزي مصوا دم بابا، لحد ما في يوم دخل وائل على بابا وقال له بكل قسوة وجبروت، وزيزي اللي كانت واقفة جنبه: انت شكلك كده هبت منك على الاخر، ازاي تخلي حامد يراجع الملفات بتاعة الحسابات من ورايا؟ وائل، يا ريت تلزم حدودك معايا وإياك تنسى انت مين وانا ابقى مين. لا، انت اللي ما تنساش انا مين وممكن اعمل فيك ايه، ومن دلوقتي بقى انت لازم تستريح في بيتك، وانا اللي هدير الشركة دي كلها وهبقى ابعتلك مصروفك على البيت. وبابا اللي اتصدم جدا هو ما كانش قادر يستوعب كل اللي بيحصل قدامه، ومسك قلبه وقال: هي وصلت بيك البجاحة لحد كده؟ طيب ايه رأيك بقى، انت مرفوض من الشركة، وغير ان انت متحول للتحقيق لانك حرامي وبتسرق في الحسابات. يا لهوي، اهدى كده يا حبيبي، لا يطقلك عرق ولا حاجة، وشوف الفيديو ده الاول. وده الفيديو اللي حصل في المكتب بعد ما بابا فاق. وبعد ما بابا شاف الفيديو كان مصدوم جدا، وزيزي اللي قالت له: تخيل بقى لو الفيديو ده راح للبوليس، دي فيها حبس ومش هتخرج من السجن ابدا، ده غير بقى سمعتك اللي هتبقى في الارض، رجل الاعمال بيستغل السكرتيرة بتاعته، يا دي الفضيحة. وانا كمان هاخد الفيديو ده لحد بنتك ومراتك كمان، ولا اقولك انا هنشره على جروبات المدرسة بتاعت بنتك واميرة هانم كمان، تخيل معايا كده لما تعرف جوزها المحترم عمل معايا ايه. وبابا اللي بقى يصرخ بكل صدمة وقهر وقال:
انتوا عايزين مني ايه؟ ما انا خلاص ما بقاش حلت اي فلوس، انتوا اخدت فلوسي كلها. وزيزي اللي طلعت ورق من شنطتها وقالت امضي على الورق ده واحنا هنمسح الفيديو والصور كمان وترجع لحياتك زي ما كنت. وانت مالك انت في اللي فيه، انت مالكش دعوة، المهم ان انت تمضي على الورق. خلاص يا توفيق انا هقولك وهريحك، ده اقرار منك ان انت هتدفع لنا كل اول شهر مبلغ 20,000 جنيه واحنا هنبعد عنك خالص. وفي الوقت ده بابا اللي كان عايز يخلص منهم بأي طريقة عشان كده مضى على الورق من غير حتى ما يبص فيه، وبصم كمان على الورق كله. وفي الوقت ده جه حامد اللي كان عارف الحكاية من أولها لآخرها وقال لي بابا في الصالون انت ايه اللي انت عملته ده يا توفيق؟ هي حصلت تكتب الشركة كلها الوائل. وبابا اللي اتصدم جدا ولسه هيرد عليه، انا اللي دخلت عليه اجري وقلت له الحق بسرعة يا بابا، البوليس واقف بره وبيقولوا ان احنا لازم نسيب الفيلا دلوقتي حالا. وبابا وعم حامد اللي جريوا على بره، وماما كانت واقفة قدام باب الفيلا ومصدومة وهي بتقول يعني ايه الفيلا اتباعت ومين اللي اشتراها؟ وفي الوقت ده دخل علينا وائل وزيزي اللي قال انا اللي اشتريت الفيلا دي كلها يا هانم وكمان الشركة وكل حاجة يملكها توفيق بيه. وبابا اللي كان هيتجنن ومسك وائل بكل غل وصرخ فيه زي المجنون وقال له انت كداب، انا ما بعتلكش اي حاجة. نزل ايدك يا جدع انت لحسن اقسم بالله احبسك فيها، ويلا خد مراتك وبنتك واتجر غوروا من هنا. وانا اللي زقيت وائل بكل غيظ وقلت له انت راجل قليل الادب، انت ازاي تتكلم مع بابا بالطريقة دي؟ بقى انت بتزوقيني يا بنت توفيق؟ طيب والله لربكي من اول وجديد. ووائل اللي ضربني بالقلم وامر الرجاله اللي معاه يرمونا كلنا في الشارع بهدومنا. وبابا اللي مقدرش يستحمل كل اللي حصل لنا ووقع من طوله في الحال وجرينا بيه على المستشفى. وانا اللي كنت بعيط في حضن ماما وبقول ماما هو ايه اللي بيحصل بس؟ وائل اخد كل حاجتنا ازاي؟ والله يا بنتي انا مش فاهمه اي حاجه، دلوقتي ابوك يفوق ويفهمني ايه اللي حصل بالظبط. ودخل علينا الدكتور ومعاه عم حامد، والدكتور اللي قال لنا انا اسف جدا استاذ توفيق جات له جلطه شديده ادت لشلل كامل في جسمه كله. وانا وماما اللي بقينا نصرخ بكل قهر، وانا قلت لا استنى ما تقولش كده، ما تقولش كده على بابا، بابا عمره ما هيبقى مشلول، فاهم؟ بابا عمره ما هيبقى مشلول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اهدي يا بنتي مش كده، ده أمر الله. يعني انت مش سامع بيقول ايه على بابا يا عم حامد؟ وعدى اسبوعين وبابا كان لسه موجود في المستشفى لحد ما في يوم دخلت الممرضة أوضة بابا وقالت لماما عايزينك في الحسابات يا مدام لو سمحت. وانا وماما اللي رحنا مكتب الحسابات والموظف اللي قال لنا حساب المستشفى 70,000 جنيه ولازم يدفعوا دلوقتي حالا يا مدام. ازاي بس؟ مش عم حامد هو اللي دفع فلوس المستشفى؟ لا يا مدام، الأستاذ حامد دفع مبلغ التأمين اللي هو 15,000 جنيه بس. وماما اللي دموعها غرقت وشها، وانا اللي قلت بس احنا مش معانا اي فلوس دلوقتي وظروفنا يعني. والموظف اللي قطع كلامي وقال المستشفى ملهاش دعوة بالظروف يا أنسة، دي مستشفى استثماري يعني مش مكان للشحاتة. يا ريت تلزم حدودك يا أستاذ، يعني انت شايفنا قدامك شحاتين؟ يا ريت تتكلم كويس. وماما اللي بصت لي وقالت لي معلش يا شمس يا بنتي، هات الحلق والسلسلة والخاتم اللي انتي لابساهم دول. وماما اللي اخدت مني الذهب وباعته كله ودفعت حساب المستشفى. وبعدها الموظف قال في الحسابات من النهاردة يا مدام هيبقى في حساب جديد، يا اما تاخدوا المريض من هنا وتروحوا اي مستشفى حكومية. وماما اللي بقت تعيط بكل حرقة وتقول اروح فين بس يا ربي، انا ما عنديش اي مكان اقعد فيه ولا اروح فيه. يعني ايه يا ماما؟ يعني احنا مش هنرجع بيتنا تاني؟ انا حاسه ان انا في كابوس، بالله عليك يا ماما لو ده حلم صحيني منه بسرعه عشان انا خلاص مش قادره استحمل اكتر من كده. يا ريت يا شمس يا بنتي، لان انا مش عارفه ابوكي عمل فينا كده ليه، هو دلوقتي في دنيا تانية غير الدنيا، انا دلوقتي مش عارفه اعرف منه اي حاجه.
يبقى نسأل عم حامد يا ماما، يمكن يعرف حاجة عن اللي حصل. وفعلا رحت انا وماما عند عم حامد في بيته، وحكلنا على كل اللي حصل مع بابا. وماما اللي قالت: يعني ايه؟ يعني توفيق كان بيخوني؟ ازاي بس يا مدام؟ يعني بعد كل اللي حكيتهولك بتقولي كده برضو على استاذ توفيق؟ ما هو واضح ايه اللي حصل بالظبط. دي خطة من وائل وزيزي عشان يوقعوا توفيق بيه ويستولوا على كل املاكه. وانا في الوقت ده كان جوايا نار وغل من وائل وزيزي، وقلت والله العظيم عمري ما هسيبهم ابدا. مش هتقدري تعملي لهم اي حاجة دلوقتي يا بنتي، ورقهم كله سليم وقانوني 100%. انا المهم عندي دلوقتي الاقي اي مكان نقعد فيه ونعيش فيه. على فكرة يا مدام، كان في شقة كاتبها لك توفيق بيه من زمان قوي، انتي فاكراها؟ ايوه يا استاذ حامد، انا فاكرة حاجة زي كده، بس انا معرفش مكان الشقة دي فين، ومش معايا ليها اي مفتاح. ما تقلقيش يا مدام، انا عارف مكانها وعنوانها فين، واذا كان على المفتاح ممكن نغير القانون عادي، والعفش يبقى نشتري عفش قديم، وهو حاجة تقضي الغرض والسلام. كتر الف خيرك يا استاذ حامد، والله جميلك ده هيبقى في رقبتي العمر كله. ما تقوليش كده يا مدام اميرة، اوعي تنسي ان لحم اكتفي من خير توفيق بيه. وفعلا في الوقت ده قعدنا في الشقة اللي قال لنا عليها عم حامد. اما بقى بابا بقى عاجز جسمانيا ونايم على السرير من غير ولا روح ولا حاسس باي حد حواليه. وفي يوم من الايام كنت قاعدة انا وماما في الصالة، وقلت لها وانا حزينة على نفسي: ماما انا عايزة انقل الورق بتاع المدرسة بتاعتي لمدرسة حكومة. انا نسيت موضوع المدرسة ده خالص، اكيد هم عايزين مصاريف المدرسة. الحكاية مش حكاية مصاريف دلوقتي يا ماما، أنا شايفة اللي ملهاش لازمة أصلا المدرسة الخاصة. في النهاية كلها مدارس، وكمان أنا هبطل أخد دروس وهبقى أذاكر كويس وخلاص. بس انتي كده يا بنتي بتضغطي على نفسك قوي. بقولك ايه صحيح يا ماما، هي فلوس الدهب لسه معاكي ولا قربت تخلص؟ احنا محتاجين كل جنيه عشان علاج بابا. لسه فاضل منها جزء بسيط يا بنتي، ربنا يكملك بعقلك يا شمس. خلاص يا ماما، انا لازم اخرج اشتغل، ما ينفعش اقعد كده وحط ايدي على خدي. لا 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 يا شمس، شغل ايه اللي انت بتتكلمي عنه ده؟ انا كل اللي محتاجاه منك ان انت تتفوقي في المدرسة وتطلعي من الاوائل، وانا اللي هنزل اشتغل يا بنتي. نعم؟ تشتغلي ايه بس يا ماما؟ انت عمرك في حياتك ما اشتغلتي. يعني انت يعني اللي اشتغلتي يا شمس؟ ما انت زيي بالظبط يا بنتي. لا يا ماما، انا صغيرة وهتعلم بسرعة، واوعي تنسي ان بابا محتاج رعاية خاصة. وانت هتشتغلي ايه بس يا شمس؟ ده انت لسه يا حبيبتي ما كملتيش ال17 سنة. ياه، ده انا اكتشفت ان 17 سنة دي بشتغل فيهم حاجات كتير قوي. وماما اللي سايب عليها حالنا وقالت: شلت الهم بدري قوي يا حبيبتي، وانا مش عارفة اعملك اي حاجة ولا حتى قادرة اقف جنبك. وانا في الوقت ده اشتغلت من محل لمحل لحد ما اشتغلت في محل احذية كبير، وفضلت لحد ما خلصت الثانوية العامة. وفي يوم من الايام ماما اللي كانت قاعدة في الصالة وفرحانة جدا وقالت: اخيرا الفرحة دخلت قلبي، مبروك يا حبيبتي بالمجموع ده، ان شاء الله تخشي كلية طب زي ما توفيق عايز بالظبط. وانا اللي ضحكت بكل مرارة وقلت: كلية طب مرة واحدة؟ يا ماما، هو احنا قد مصاريف كلية الطب؟ ده انا يدوب ادخل اي كلية اعرف بعدها اشتغل شغلانة كويسة. عندك حق يا بنتي، هو كمان عشان علاج توفيق. وطبعا في الوقت ده دخلت كلية تجارة انجليش، وفات 4 سنين على كل اللي حصل ده، وانا كان قدامي هدف واحد وبس، وهو الانتقام من اللي عمل فينا كده. وانا في الوقت ده جبت الدكتور البيت، وبعد ما كشف على بابا قال لنا: انا شايف ان الحالة بدأت تتحسن، وبدأ يرجع يتكلم تاني ويحرك ايده اليمين، ودي حاجة كويسة جدا وتقدم في الحالة. يعني بابا يا دكتور ممكن يرجع تاني يمشي على رجليه؟ انا مش هكدب عليكي يا انسة، حالة ابوكي نفسية مش عضوية، وان هو يرجع يمشي تاني على رجله دي عايزة مجهود وعلاج طبيعي وجلسات على اجهزة معينة، ودي مكلفة جدا، لان انا عارف الحالة المادية معاكم مش هتسمح. خلاص يا دكتور، انا فهمت حضرتك تقصد ايه بالظبط.
والدكتور اللي خلص كلامه وسابنا ومشي، وانا وماما اللي دخلنا على اوضه بابا، وانا قلت له وانا بحاول ادار الحزن اللي جوايا: ايه ده كله، ايه ده كله يا توفيق يا جامد، الدكتور كان بيقول فيك شعر. بجد يا بنتي؟ طمنيني، الدكتور قالك ايه؟ الدكتور قال يا ماما ان ابوكي بيتدلع وان هو زي الفل. تعرفي يا شمس يا بنتي، انا طول عمري بعرفك لما بتكدبي عليا. بقى كده يا بابا؟ يعني انت بتكدبني؟ طيب وغلاوة راس ابو الهول ما بكدب عليك ابدا. وبابا اللي ضحك وماما اللي قالت لي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ راس ابو الهول غالية عندك قوي كده؟ ايوه طبعا يا ماما، دي راس ابو الهول دي غالية على مصر كلها. يلا انا لازم اسيبكم دلوقتي عشان ما اتأخرش على شغلي. وانا اللي خلصت كلامي ومشيت، وبابا اللي بص لماما وقال لها بكل حزن: شمس بنتك كبرت قبل اوانها يا اميرة، وشالت حمل اكبر من سنها. انا خايف عليها قوي يا اميرة. اطمن يا توفيق، بنتك بقت قدها وقدود. شمس بنتك ما كبرتش وبس يا توفيق، دي كمان عظمها بقى ناشف وما يتخافش عليها. وانا في الوقت ده رحت على بيت عم حامد، واول ما شافني قال لي: انت مين بقى يا شاطرة، وعايزاني في ايه بالظبط؟ مش ممكن، انت فعلا مش عارفني يا عم حامد؟ معلش بقى يا بنتي، العتب عن النظر، هو انا يعني اعرفك؟ انا شمس بنت توفيق ابو العز. وعم حامد اللي اتصدم جدا وقال: مش ممكن شمس؟ ايه ده؟ انت كبرت قوي يا شمس وحلوتي كمان، بس الشهادة لله طول عمرك حلوة. بس انا جيت لكم كذا مرة قبل كده عشان ازور توفيق، بس انت كنت بتبقي في الشغل. قوليلي ايه اللي فكرك بعم حامد دلوقتي؟ انا جايه لك مخصوص يا عم حامد، وعايزه منك خدمه. أأمريني امر وهو ارد شويه من جمايل ابوكي عليا. انا عايزه اشتغل معاك في شركه وائل اللي هي كانت شركه بابا زمان. تشتغلي معانا في الشركه؟ طيب قولي يا شمس، انت ناويه على ايه بالظبط؟ ناويه ارجع الحق لاصحابه تاني وانتقم لبابا على كل اللي عملوه فيه. بلاش يا بنتي، وائل ده مش سهل ابدا. انت عارفة هو سايبني ليه في الشركة؟ عشان مستفاد من خبرتي في ادارة الشركة كلها، لكن هو عمره ما بيأمن لي ابدا، واكيد طبعا مش هيوافق اوظف اي حد من طرفي. ما تقلقش يا عم حامد، انا مظبطه كل حاجه. الشركه طالبه سكرتيره وانا هتقدم عادي لاني خريجه تجاره انجليش. وكل اللي عليك يا عم حامد ان انت تختارني من وسط المتقدمين للوظيفه، تمام؟ بس يعني يا بنتي ما فيش ولا سكرتيرة بتعمر في الشركة، لان زيزي بتغير عليه قوي، وخصوصا لو السكرتيرة بتاعته حلوة. ما طبعا لازم تعمل اكتر من كده، خايفة لا يحصل معاها زي ما عملوا مع بابا. بس ما تقلقش، انا هخلي وائل ما يقدرش يستغنى عني ابدا. طيب افرضي مثلا يا بنتي وائل اخد باله من اسمك شمس توفيق ابو العز. ما تخافش يا عم حامد، انا اسمي في شهادة الميلاد دليدة، اسمي على اسم تيتا. بس كل اللي عليك ان انت تفهمني كل صغيرة وكبيرة في الشغل. وفعلا في الوقت ده حصل كل اللي خططت له، وبقيت سكرتيرة مكتب وائل. وأول ما شفت وائل قدامي حسيت بنار بتنهش في قلبي، ووائل اللي قال لي بكل إعجاب: انتي بقى السكرتيرة الجديدة، كويس قوي، أخيرا أخيرا بقى عندي سكرتيرة حلوة. قوليلي يا حلوة اسمك ايه؟ أنا اسمي يا وائل بيه دليدة. يعني انت ممكن تقولي يا دودي؟ طيب يا دودي، أستاذ حامد فهمك الشغل هنا عامل ازاي؟ أيوة يا وائل بيه، أنا خلاص فهمت كل حاجة. والله برافو عليكي، شكلك كده شاطرة أوي يا دودو. وأنا اللي ضحكت غصب عني وقلت له: حضرتك هتتبسط مني أوي، قصدي طبعا في الشغل. وماله يا حلوة لما نشوف. وعدى على كل اللي حصل ده شهرين كاملين، وانا بشتغل شغلي وزيادة، وبقيت انفذ كل طلبات وائل قبل حتى ما ينطق بيها، وما بقاش يقدر يستغنى عني ابدا. وجه اليوم اللي هنفذ فيه خطتي، وفي يوم من الايام زيزي جت الشركة عندنا، وانا في الوقت ده كنت قاعدة على مكتبي، وزيزي اللي كانت لسه هتدخل مكتب وائل انا عملت نفسي طبعا مش عارفاها، وقلت لها: تعالي هنا، رايحة فين؟ هي وكالة كده من غير بواب.
وطبعا زي ما توقعت زيزي اتعصبت وقعدت تزعق وقالت: انت يا بت انت بتكلميني انا كده؟ انت ما تعرفيش انا مين، ولا شكلك هبله، ولا ايه ظروفك بالظبط؟ لو سمحت لمي لسانك وتحترمي المكان اللي انت واقفه فيه، واتفضلي يلا من هنا من غير مطرود. ممنوع مقابله وائل بيه من غير اي ميعاد. وانا مش محتاجه ميعاد يا ماما، انا زيزي هانم. لا يا حبيبتي، ماما دي في البيت مش هنا، وانت مش هتدخلي مكتب وائل بيه غير لو معاكي ميعاد. ووائل اللي خرج من مكتبه يجري وقال: ايه الصوت العالي ده؟ انا في اجتماع مهم. هو ده يا وائل بيه اللي انا بحاول افهمه للهانم، لكن هي عايزه تدخل المكتب كده على طول من غير اي استئذان. تفهميني ايه يا حبيبتي؟ انا ادخل مكتب وائل في اي وقت يعجبني، انا مراته. لو سمحت يا زيزي وطي صوتك، هي ما تعرفكيش. مش مهم خالص، المهم عندي ان البت دي تمشي من الشركة حالا. مفهوم يا وائل؟ تمشي ازاي يعني؟ انت اتجننتي يا زيزي ولا ايه؟ انا قلتلك هي ما تعرفكيش، وبعدين انا ما اقدرش استغنى عن دودي ابدا في الشركة. دي سكرتيرة وشاطرة جدا وفاهمة الشغل كويس قوي. بس انا مش عايزاها في الشركة كلها يا وائل، مزاجي كده. هتعارضني ولا ايه؟ ما هو انت مش هتمشي الكون كله على مزاجك يا زيزي. بقولك ايه، قوليلي انت جاية الشركة دلوقتي عايزة ايه بالظبط؟ عايزة فلوس يا وائل عشان اشتري حاجات مهمة. ما طبعا، هو انت بتيجي الشركة غير عشان الفلوس وبس؟ بقولك ايه، اشتري كل اللي انت عايزاه وانا ابقى احولك الفلوس. ووائل اللي خلص كلامه وسابها ودخل المكتب، وزيزي اللي بقت تبصلي بكل غيظ وقالت لي: بقى انتي اسمك دودي؟ طيب اسمعي بقى يا دودي، انتي ايامك هنا في الشركة معدودة، مفيش حد طول لسانه على زيزي واتهنى بعد كده. وانا اللي ابتسمت بكل مكر وقلت لها: يديني ويديكي العمر الطويل، اصل وائل ما يقدرش يستغنى عني ابدا. سوري، قصدي وائل بيه. على فكرة اسمي دليدة، بس وائل بيه هو اللي بيحب يدلعني دايما بدودي. وانا لقيت وش زيزي اللي قلب مرة واحدة، ودخلت على مكتب وائل وهي متعصبة وقالت قدام كل الموجودين في الاجتماع: وانت كمان بتدلعها بدودي؟ ده نهارك ابوك اسود النهارده يا وائل يا ابن نفيسة. ووائل اللي بقى يبص للكل بكل إحراج وهو في نص هدومه وقال: معلش بقى يا جماعة، احنا مضطرين نأجل الاجتماع لبكرة. ووائل خرج كل اللي كانوا موجودين في الاجتماع وقعد يزعق مع زيزي وقال لها: هي حصلت يا زيزي تقل أدبك عليا قدام الموظفين؟ جرى ايه؟ مش هتبطلي الغيرة اللي فيكي دي؟ يعني انتي من تحت راسك كل شوية هغير سكرتيرة شكل عشان خاطرك انتي؟ لكن المرة دي انا مش هسمع كلامك يا زيزي. ما طبعا من حقك ما تسمعش كلامي، شكل البت حلوة وعجباك، مش كده برضو يا وائل؟ يا ريت تبطلي كلامك الخيب ده، دودي شغلها كويس جدا، مش اكتر من كده يعني. انت عايز تجنني يا وائل؟ بقى انت بتدلعها قدامي؟ دي بنت بجحة وعينيها يتدب فيها رصاصة. وزيزي اللي حكت لوائل على كل الكلام اللي انا قلته لها، ووائل اللي طلبني في مكتبه، هو انا اللي دخلت مكتبه وعملت نفسي بعيط وقلت له: نعم، نعم يا وائل بيه. انتي قلتي ايه لزيزي هانم؟ ولا حاجة يا بيه، سألتني على اسمي وقلت لها دليدة، لقيتها فضلت تصرخ في وشي وبهدلتني اخر بهدلة، ودخلت على مكتب حضرتك غصب عني. وزيزي اللي كانت واقفة ومصدومة من كلامي، ووائل اللي بص لزيزي وقال لي: طيب يا ريت تبطلي عياط وتروحي على مكتبك دلوقتي. وانا اللي خرجت من المكتب على طول، ووائل اللي بص لزيزي وقال لها: انتي ايه الكدب اللي في دمك ده؟ بقى انتي بتفتري على البت عشان تخلينا اطردها من الشركة؟ لا يا وائل، اقسم بالله البت دي كدابة، انا قلتلك على كل اللي حصل. هو انتي هتقوليلي؟ قولوا للحرام يحلف. انا اكتر واحد فاهمك في الدنيا دي كلها يا زيزي. انتي اللي هتتجنني يا زيزي. لما شفت السكرتيرة حلوة قلت لما اعمل نمرة عشان اطردها من الشركة كلها. دي عادتك ولا هتشتريها؟ لا يا وائل، والله ابدا المرة دي لا. زيزي يا ريت تحل عن دماغي دلوقتي وشوف انت رايحة فين. وطبعا انا في الوقت ده
كنت سامعة كل الكلام اللي ما بينهم، وزيزي خرجت من المكتب ولقيتني ماسكة كوباية ليمون وبصيت لي بكل غيظ، وانا قلت لها وانا بضحك: اتفضلي عصير الليمون عشان يروق دمك يا مدام. غوري من وشي يا بنت انت السعادي. ومشيت زيزي وانا دخلت مكتب وائل بالعصير وقلت لوائل: انا عملت لك كوبايه عصير ليمون بايديا الاتنين عشان تروق دمك، بس بالله عليك ما تزعل، انا ما بحبش اشوفك زعلان قدامي. ووائل اللي ابتسم وقال لي: معلش يا دودي، مراتي صعبه شويه. هي بصراحة صعبة كتير مش شوية، بس تمام، أنا مش زعلانة ولا حاجة، ما هي برضو من حقها، أصل اللي عندها راجل زيك لازم تغير عليه وتحطه جوه عيونها وتقفل عليه برموشها. ووائل اللي بقى يبصلي وعينيها تاكلني أكل وقال لي: بجد يا دودي، يعني انت شايفاني كده؟ طبعا يا وائل بيه، وربنا أعلم باللي في القلوب. وفي الوقت ده أنا عملت نفسي مكسوفة وطلعت أجري من المكتب. ومن بعد اليوم ده وائل اتعلق بيا جامد، وكبرت المشاكل بين زيزي ووائل، وطبعا أنا السبب فيها. وعدى شهر على كل اللي حصل ده، وفي يوم من الأيام دخلت حمام الشركة واتصلت على تليفون زيزي بخط من غير اسم، وقلت لها وأنا مغيرة صوتي: ألو، مدام زيزي معايا؟ أيوة أنا، مين معايا؟ انا واحدة ما تعرفهاش، كنت عايزة احذرك من حاجة مهمة قوي. انتي مين بالظبط وعايزة تحذريني من ايه؟ انا واحدة بشتغل في شركة وائل بيه، وعايزة احذرك ان هو عايز يتجوز دليدة. وزيزي اللي اتعصبت جدا وقالت: انت بتخرفي وبتقولي ايه يا بت انت بتزعقلي ليه يا مدام؟ يعني انا الحق عليا ان عايزه انصحك واوعيكي، بس بصراحه كده بقى انا صعبانه عليا دليده تكوش على كل حاجه، دي قايله للشركه كلها ان وائل بيه بيجري وراها وعايز يتجوزها. وانا اللي خلصت كلامي ومسحت المكالمة كلها ورميت الخط في الحمام ورجعت على مكتبي تاني. وطبعا في الوقت ده جت زيزي تجري على الشركة وعملت هليلة وهيصة كبيرة في وسط الموظفين وقالت: انا بقول لكم البت دي كدابة، وائل عمره ما يفكر يتجوز بنت زي دي. وانا طبعا كنت واقفة في وسط الموظفين وعاملة نفسي مصدومة. وجري وائل لما سمع كلام زيزي وقال: انت بتخرفي وبتقولي ايه يا زيزي؟ مين قالك الكلام ده؟ السكرتيرة بتاعتك يا استاذ مطلعة اشاعة في الشركة كلها ان انت بتجري وراها وعايز تتجوزها. وانا اللي انهارت من العياط وقلت: والله العظيم كل الكلام ده كذب في كذب. طيب الموظفين عندك اهم، اسألهم كلهم واحد واحد لو حد فيهم سمع مني كلام زي ده. وفي الوقت ده ردت موظفة وقالت: الشهادة لله، احنا اول مرة نسمع الكلام ده. صح، وانا كمان اول مرة اسمعه. الكلام ده مش صحيح ابدا يا مدام زيزي، الانسه دليده بنت محترمه جدا وملهاش في الكلام الفاضي ده. وبصراحه كده بقى يا مدام الشركه كلها تشهد بكده. وزيزي اللي كانت واقفه مصدومه وكانت نفسها الارض تنشق وتبلعها. ووائل اللي قعد يزعق في وسط الموظفين وقال: خلاص كل واحد يرجع على شغله لو سمحت. وكل الموظفين مشيوا من قدامنا، وانا اللي بقيت منهارة من العياط واقول: انا اتفضحت خلاص، بكرة الموظفين كلهم هيتكلموا عليا بعد ما كان مفيش ولا واحد فيهم يقدر يجيب سيرتي بنص كلمة. انا بعتذرلك على كل اللي حصل يا انسة، وما تخافيش، انا هقطع لسان اي حد يجيب سيرتك بعد كده. بقى انت بتعتذر لها يا وائل بدل ما تطردها من الشركة كلها؟ انا متأكدة وواثقة ان هي اللي اتصلت بيا وقالت لي الكلام ده. كفاية بقى لحد كده يا مدام، انا هقدم استقالتي وما اقدرش استحمل اهانة اكتر من كده. وزيزي اللي مسك التليفون اللي كان على المكتب وقالت: في رقم رن عليا وقال ان انت هتتجوزها يا وائل، وانا متأكدة ان الرقم ده هو رقمها. وانا اللي بصيت لها بكل مكر وقلت لها: خلاص يا مدام وماله، تليفوني في ايدك اهو، اتأكدي منه بنفسك. وفعلا زيزي فضلت تقلب في تليفوني لكن ما لقيتش اي حاجة، واتكسفت جدا من وائل وقالت: اكيد المكالمة اتمسحت واتخلصت من الخط. ووائل اللي بقى يصرخ في وشها ويقول:
ما كفاية بقى، هو انت ما بتزهقيش من الكذب ابدا، ولا انت عشان متعودة على الغش والخداع فاكرة ان دليدة زيك بالظبط؟ وزيزي اللي كانت واقفة وهتتجن من كلام وائل وقالت له: بقى انت بتقول الكلام ده ليا انا يا وائل؟ شكلها كده لحست مخك يا عبيط. اقسم بالله يا زيزي لو قلتي كلمة تانية هرمي عليك يمين الطلاق دلوقتي حالا. بقى انت بتقولي الكلام ده بعد كل اللي عملته عشان خاطرك؟ انا السبب في كل اللي انت وصلت له ده؟ لا يا حلوة، انت ما عملتليش اي حاجة. كل اللي انا وصلت له ده وصلت له بدماغي وتفكيري وذكائي. ويلا بقى روحي على البيت ورجلك ما تهوبش الشركة دي تاني، فاهمة ولا لا؟ شركتك ايه يا ابو شركة؟ انا ليا في الشركة دي زيك بالظبط، ولا انت نسيت يا وائل؟ لا يا حبيبتي، دي شركتي وانت مالكيش اي حاجة هنا. يعني ايه يا وائل؟ يعني ده جزائي ان انا خليت كل الاملاك باسمك انت؟ ويلا بقى يا حلوة امشي من هنا، انا مش عايزة اشوف وشك. وانا في الوقت ده كنت بتفرج عليهم هما الاتنين، وانا شمتانة فيهم، وانا شايفاهم قدامي بيتخانقوا مع بعض. صحيح، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. ومشي زيزي من الشركة ووائل دخل مكتبه، وانا دخلت وراه على طول ومعايا ورقة استقالتي، وقلت له وانا حزينة: ايه اللي انت مدياهولي ده يا دليدة؟ انت كمان عايزة تسيبيني؟ انا مقدرش استغنى عنك ابدا. معلش بقى يا وائل بيه، هو انا ما اقدرش اقعد في الشركة دي تاني بعد كل اللي حصل؟ انا كرامتي فوق كل شيء. طيب لو قلتلك يا دليدة عشان خاطري انا خليكي قاعدة في الشركة؟ وانا اللي عملت نفسي بعيط وقلت له: لا لا لا، بالله عليك يا وائل بيه ما تضغطش عليا اكتر من كده. انت عارف كويس قوي انت غالي عليا قد ايه، بس دي برضو سمعتي وانا ما حلتش في الدنيا غيرها. محدش هيقدر يهوب لسمعتك ابدا. انا خلاص قررت اتجوزك على سنة الله ورسوله. وانا في اللحظة دي حسيت بالانتصار، لان كل ده اللي انا كنت مخططاله من اول يوم دخلت في الشركة وقلت له: لا، جواز ايه؟ ما ينفعش. اسمعيني كويس قوي يا دودي، انتي عارفة وحاسة بيا ان انا بحبك من زمان، وانتي كمان انا حاسس ان انتي بتحبيني، يبقى ليه ما ينفعش؟ عشان مدام زيزي، وعشان انا مش خطافة رجالة، والاهم من ده كله انا طماعة، والراجل اللي معايا لازم يكون ليا لوحدي وبس. انا كده زي الفريك، ما بحب الشريك. ووائل اللي بصلي بكل صدمة هو ما كانش عارف يرد عليا ويقول لي ايه، لكن انا اللي كملت كلامي وقلت: لو هتقدر تكون ليا لوحدي انا موافقة اتجوزك، لكن بقى لو مش هتقدر يبقى خلاص مش هتشوف وشي من بعد النهاردة. وانا اللي خلصت كلامي ومشيت من الشركة كلها، وعدى اسبوع على كل اللي حصل ده وما كنتش بروح الشركة فيهم، ولا حتى برد على مكالمات وائل اللي كان هيتجنن عليا، لحد ما قررت ارد عليه. وفي يوم من الايام كنت قاعدة في اوضتي ومسكت تليفوني وقلت: الو، ايوه يا وائل بيه. ممكن اعرف انت ما بتجيش الشركة ليه يا دودي؟ وكمان ما بترديش على تليفوناتي ليه؟ عشان مش عايزة اتعلق بيك يا وائل بيه اكتر من كده، لاني عارفة وواثقة ان انت مش هتعمل كل اللي انا عايزاه. لا لا لا، خلاص انا مش قادر ابعد عنك اكتر من كده. انا هطلق زيزي واتجوزك، بس ارجعي الشغل بالله عليكي. بس كده من عينيا الاتنين، ده انت تأمرني امر. وتاني يوم وائل كان قاعد مع زيزي في الصالون في الفيلا وقال لها: بقولك ايه يا زيزي، انا شايف يعني ان احنا خلاص مش قادرين نعيش مع بعض. ومن امتى الكلام ده بقى؟ ان شاء الله من ساعة ما ظهرت الست دليدة في حياتنا، مش كده برضو يا وائل؟ بقولك ايه بقى يا زيزي، يا ريت تطلعي دليدة من الموضوع ده كله وقوليلي عايزة كام وتحل عن دماغي خالص. وزيزي اللي اتصدمت جدا وقالت له بكل غل: بقى دي اخرتها؟ عايز تسيبني؟ طيب طالما كده بقى انا ليا نص املاكك كلها يا وائل. ووائل اللي قعد يضحك وقال لها: لا، ده انت شكلك انهبلتي واتجننتي على الاخر. ليه؟ مش الشركة والفيلا احنا واخدينها من توفيق مع بعض؟ الشركة دي أنا كبرتها بمجهودي وبقت ليها فروع كتير وبقى عندي أملاك أكتر وأكتر. عايزة تشاركيني في كل ده إزاي يعني؟
ايوه يا وائل، لان الشركة هي اساس كل الاملاك اللي عندك، ولا انت نسيت؟ طيب بقولك ايه بقى يا زيزو، من الاخر كده انا هديكي 1,000,000 جنيه وهسيبلك الفيلا وتخرجي من حياتي نهائي، تمام؟ بقى معقول يا وائل عايز تديني 1,000,000 جنيه وبس؟ مش انا اللي يضحك عليا، والله هو ده اللي عندي. مش عاجبك؟ عندك الفيلا كبيرة اهي، اخبطي دماغك فيها. ووائل اللي خلص كلامه وسابها ومشي، وزيزي اللي قالت بكل غل بقى عايز نخرج من المولد كده بلا حمص. لا، ده انا هاخد كل املاكك كلها يا وائل، طالما اتملعنت عليا يبقى حلال فيك اللي انا هعمله. وزيزي اللي طلعت التليفون من جيبها واتصلت برقم واحد وقالت: الو، ازيك يا بدير؟ انا عايزاك في مصلحة مهمة قوي، بس قولي انت ليك في الدم؟ هو بصراحة كده بقى يا مدام انا مليش، بس لو المصلحة فيها فلوس حلوة يبقى ليا. هديك 1,000,000 جنيه ويتنفذ. وبدر اللي فرح جدا وعينه لمعت بكل طمع وقال لها: مين اللي عليه العين والنية؟ الله يرحمه بقى ويسكنه فسيح جناته. وائل جوزي، بس انا عايزة الوفاة تبان كأنها حادثة. ولا تشيلي هم الموضوع ده خالص يا مدام، اعتبريها حصل من دلوقتي. وتاني يوم كنت موجودة في الشركة ودخلت مكتب وائل اللي قال لي: ايه رأيك يا حبيبتي لما نتجوز النهاردة؟ الله، هو انت مستعجل قوي كده ليه؟ خلاص انا موافقة. يا ريت المأذون اللي يكتب كتابنا يطلق زيزي. ايه رأيك؟ وانا موافق يا حبيبتي، بس نتجوز النهاردة. انا موافقة، بس هي فين شبكتي ومهري؟ مش المفروض تقدم لي شبكة ومهر؟ شبكة؟ شبكة ايه يا دودي؟ انتي ما قلتليش على موضوع الشبكة ده قبل كده. الله، في ايه يا وائل يا حبيبي؟ هو في عروسة ما بيتقدم لهاش شبكة؟ اه صحيح. طيب يا حبيبتي، تحب اجيبلك شبكتك ايه؟ الفيلا اللي عايشة فيها زيزي. بس انا يعني بصراحة كده بقى كنت ناوي اسيب لها الفيلا عشان تحل عني. تسيب لها الفيلا مرة واحدة؟ ليه ان شاء الله؟ هو انت بتكافئها على غلطها فيا؟ ها؟ لا طبعا، بس الفيلا دي حساب قديم بيني وبينها وكان لازم اسيبها لها. وانا اللي عملت نفسي متضايقه وزعلانه وقلت له: طيب يا وائل، لو كنت عايز تتجوزني بجد انا مهر الفيلا، وانت لو بتحبني بجد يا وائل لازم تحسسني ان انا احسن من زيزي عندك، ودلوقتي حالا لازم تقولي هتعمل ايه. ووائل اللي فضل يفكر كتير وبعدها رد عليا وقال: خلاص ولا تزعلي نفسك، انا هكتبلك الفيلا باسمك. وانا اللي كنت واقفة ومش مصدقة نفسي من الفرحة، لاني رجعت جزء بسيط من حقي، واخدني وائل وكتب لي الفيلا باسمي، وبعدها طلق زيزي واتجوزت انا وهو. وبعد ما المأذون كتب كتابنا قال: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. ووائل اللي مسك ايديا وقال لي: يلا بقى يا عروسة عشان نروح على بيتنا. بيت ايه يا حبيبي؟ انا مش هعيش غير في الفيلا. انا مش هروح اي مكان غير على فيلتي. بقولك ايه يا حبيبتي، ما تستني على موضوع الفيلا ده شوية لحد ما ظبط الدنيا مع زيزي. خلاص يا حبيبي، ظبط الدنيا زي ما انت عايز وبعدها بقى اجي معاك الفيلا. ازاي يعني الكلام ده يا دودي؟ وده يبقى اسمه جواز برضه؟ الله، هو في ايه يا وائل؟ ما تزعلنيش منك بقى. خلاص يا حبيبتي، حاضر، هعملك كل اللي انت عايزاه. وفي الوقت ده انا روحت البيت ووقفت قدام ماما وبابا اللي كان قاعد على كرسي متحرك وانا ماسكه عقد الفيلا في ايديا، وقلت: بابا، انا رجعت الفيلا بتاعتنا من تاني، وقريب قوي هرجع لك الشركة، وكل ما الليم اخده منك وائل وزيزي هرجعه الطاق 10. برضو عملت اللي في دماغك يا شمس. كان لازم اعمل كده يا ماما عشان حقنا يرجع كله. بس ده جواز يا بنتي، فاهمة يعني ايه جواز؟ فاهمة يا بابا، وما تخافش عليا، وائل مش هيلمس مني شعرة واحدة لو فيها روحي. انا كل ما افتكر ان انت دلوقتي على ذمة وائل احس بنار في قلبي يا بنتي. انا بقى دلوقتي يا بنتي بقيت خايفة عليكي من وائل وزيزي قوي، حد يدخل عش الدبابير برجليه.
اسمعني كويس أوي يا بابا، أنا من الأول حكيت لكم على كل خطتي عشان تقفوا جنبي وتدعموني، مش تخافوا عليا وتقلقوني بالشكل ده. وفي الوقت ده وائل اللي كان قاعد مع زيزي في الفيلا اللي لسه ما كانتش تعرف بطلاقها، ووائل اللي قال لها احنا لازم نسيب الفيلا دي، انا محتاج سيولة وبعتها. وزيزي اللي اتصدمت جدا وقالت له انت اتجننت يا وائل، ازاي تبيع الفيلا دي؟ الفيلا دي بتاعتي. بقولك ايه بقى يا زيزي، ملهوش لازمة الكلام، بقولك بعتها وخلاص، ولازم نسلمها لاصحابها بكرة، عشان كده اطلعي من دلوقتي لما حاجتك كلها. انسى يا وائل، انا مش هسيب الفيلا دي ولا هخرج منها الا على جثتي، فاهم ولا لا؟ خلاص انتي حرة، لما ملك الفيلا الجديد يجي بكرة هيرميكي بره، يا ريت ما تبقيش تزعلي. وزيزي في الوقت ده افتكرت ان كلام وائل ليها مجرد تهديد وبس، لكن تاني يوم وائل اللي خرج من الشركة وقبل ما يوصل للعربية بتاعته بدير لآخر سرعة خبط وائل وجري بالعربية. ووقتها الموظفين كلهم اتلموا وطلبوا له الإسعاف، وانا اللي رحت على المستشفى بسرعة، وهناك قلت للدكتور خير يا دكتور طمني عليه، وائل عامل ايه دلوقتي؟ والله يا مدام حالته ما تطمنش ابدا، احنا هنعمل له عملية دلوقتي حالا، لكن رجله محتاجة اكتر من عملية لان الحادثة اثرت على رجليه جامد. وفي الوقت ده دخل علينا الضابط وقال للدكتور ممكن اعرف حالة المصاب ايه بالظبط يا دكتور؟ انا لسه قايل للمدام دلوقتي الحالة بتاعته، لازم اروح دلوقتي على العمليات بسرعة بعد اذنك. والدكتور اللي سابنا ومشي والظابط اللي بصلي وقال لي انتي قربت المصاب يا مدام، انا مراته يا فندم، وكمان كنت معاه ساعة الحادثة، وكنت عايزة اقولك ان الحادثة كانت مقصودة. انت ليه بتقولي كده يا مدام؟ لان وائل كان بعيد عن الشارع، والسواق كان ناقص يطلع الرصيف عشان يخبط وائل، وعلى فكرة في كاميرات قدام الشركة واكيد صوروا كل اللي حصل. وفي الوقت ده لقيت زيزي جاية تجري وفضلت تصرخ وتولول وتقول يا حبيبي يا وائل، يا حرقة قلب عليك يا سندي. انت مين يا مدام؟ انا مرات وائل يا بيه. والظابط اللي بصلي وقال لي هي مين فيكم مراته بالظبط؟ انا مراته يا باشا، احنا اتجوزنا امبارح بعد ما طلق زيزي. وزيزي اللي اتصدمت جدا وقالت انتي واحدة كدابة، وائل جوزي انا وبس، ومستحيل يطلقني ابدا، ده بيحبني وبيموت فيا. ايه ده؟ معقولة ورقة طلاقك ما وصلتكيش لحد دلوقتي؟ مش ممكن. وعدى اسبوع على كل اللي حصل ده، وبدأوا يحققوا في محاولة التخلص من وائل، ومن الكاميرات قدروا يعرفوا نمرة العربية اللي خبطت وائل. ودلوقتي البوليس بدأوا يدوروا على بدير. وفي مكتب الضابط أنا اللي كنت واقفة قدامه وقلت له يا حضرة الضابط، أنا بتهم زيزي إن هي اللي حاولت تتخلص من جوزي لأنها كانت عارفة إن هو عايز يطلقها. وانا اللي مضيت على اقوالي وخرجت من مكتب الضابط، وزيزي اللي دخلت بعديه على طول، والضابط اللي سألها وقال لها مدام داليدا بتتهمك بمحاولة التخلص من جوزها. لا يا بيه، دي بتخرف وبتقول اي كلام وخلاص، وانا هستفاد ايه يعني لو خلصت على وائل بعد ما يطلقني؟ بس من قبل الحادثة لحد وقتها انت ما كنتش تعرفي ان هو طلقك يا مدام. وفي الوقت ده دخل العسكري وفي ايده بدير وبيقول احنا قبضنا على بدير يا فندم. وزيزي اللي اتوترت جدا وهي بتبص على بدير بكل رعب، وبدير اللي قال وهو بيرتعش انا ماليش دعوة بحاجة يا باشا، هي الست زيزي اللي طلبت منا تخلص من وائل جوزها، انا بس عبد المأمور مش اكتر. وزيزي اللي لطمت على وشها وهي مرعوبة وبتقول الله يخرب بيتك يا شيخ، ودتني في داهية. وتاني يوم في المستشفى في أوضة وائل اللي كان راقد على السرير وتعبان جدا، وأنا اللي قلتله زيزي هي اللي أجرت واحد يخبطك بالعربية يا وائل، وخلاص اتقبض عليها هي وهو. بقى معقولة زيزي تعمل فيا أنا كده؟ يعني انت مستني ايه من واحدة زي دي عشان تعرف بس من حبيبك ومن عدوك؟ خلاص يا دليدة، انا ماليش في الدنيا دي كلها غيرك انتي وبس.
وانا سدادة يا حبيبي، وما تخافش على شركتك، انا مكانك لحد ما تقوم بألف سلامة، رغم ان في شغل وتعاملات كتير متعطلة وواقفة على توقيعك انت وبس. خلاص ما تشيليش اي هم، انا هعمل لك توكيل عام وتوقعي انت بدالي لحد ما اخرج من المستشفى. براحتك يا حبيبي، كل اللي انت عايزه انا هعمله لك على طول. خلاص اتصل على المحامي وهو اللي هيخلص كل الاجراءات. وفعلا في خلال يومين بس كان معايا توكيل عام من وائل ليا، وعدى على كل اللي حصل ده شهر، وانا كنت في الوقت ده بعالج بابا عند احسن الدكاترة علاج طبيعي، وكمان رجعنا على الفيلا، وبابا دخل الفيلا على رجله، وانا قلت له كده خلاص يا بابا كل حاجة رجعت لمكانها الطبيعي. انا بالتوكيل اللي معايا ده بعت كل حاجة بيملكها وائل ليك انت يا بابا، حتى الفلوس اللي في البنك حولتها لحسابك. وماما اللي قعدت تعيط من الفرحة وقالت يا ما انت كريم يا رب، انا مش مصدقة ان انا رجعت بيتي من تاني. بس برضو يا بنتي انت لسه لحد دلوقتي على ذمة وائل. ما تقلقش يا بابا، انا بكره هتطلق منه، انا رفعت عليه قضية خلع وبكره الجلسة وهيتحكم لي بالطلاق. وبعد ما عدى يومين في المستشفى وائل اللي كان هيتجنن لاني ما بقتش اروح للمستشفى ولا حتى ازوره، ودخلت عليه الممرضة وقالت له يا استاذ المفروض حساب المستشفى يدفع من فترة طويلة، يا ريت اي حد من عندك ينزل مكتب الحسابات. ازاي بس الكلام ده؟ مش مراتي دفعت حساب المستشفى؟ لا يا استاذ، هي اصلا بطلت تيجي المستشفى، والشيك اللي انت كتبته للمستشفى امبارح طلع من غير رصيد. ووائل اللي اتصدم جدا وقال لها بكل عصبية انت بتخرفي وبتقولي ايه؟ انا عندي ملايين في البنك، يبقى ازاي الشيك من غير رصيد؟ يا فندم مش انا اللي بقول كده، البنك هو اللي بيقول كده. طيب ممكن تديني تليفونك اعمل منه مكالمة؟ اصل التليفون بتاعي ضاع مني في الحادثة. وفي الوقت ده اتصل وائل بمدير البنك اللي قاله رصيد حضرتك كله اتحول من حسابك لحساب تاني خالص. ووائل اللي تنح من الصدمة وقال انت بتقول ايه؟ مستحيل طبعا، ازاي ده حصل؟ انت اكيد غلطان، طيب مين اللي حول الرصيد؟ الرصيد اللي اتحول يا استاذ بالتوكيل اللي انت عامله للمدام دليدة. ووائل اللي قفل التليفون هو بقى هيتجنن وفضل يتصل عليا، لكن الرقم كان دايما غير متاح. وبعدها الممرضة اللي قالت له هتعمل ايه دلوقتي يا استاذ في حساب المستشفى؟ انتوا معاكم الشيك وانا هخرج دلوقتي من المستشفى عشان اجيب لكم الفلوس، بس انا محتاجة عكازين عشان اتسند عليهم وانا ماشي. مفيش مشكلة يا أستاذ، وكله على حساب المستشفى. وفي الوقت ده خرج وائل من المستشفى وراح على الفيلا على طول، وخبط على باب الفيلا اللي البواب قاله استنى عندك هنا يا حضرة، هي وكالة من غير بواب، رايح على فين؟ وانت مالك انت يا جدع انت؟ وبعدين انت مين؟ سلامة الشوف يا أستاذ، واقف على البوابة، أبقى مين يعني؟ أنا صاحب الفيلا دي. انت شكلك كده شارب حاجة يا حضرة، صاحب الفيلا دي قاعد جوه مع مراته وبنته دلوقتي. لا بقى انت شكلك انت اللي شارب حاجة. والبواب اللي اتصل عليا وقال لي ايوه يا انسة، في واحد واقف بره الفيلا بيقول ان هو صاحب الفيلا، شكله مجنون ده ولا ايه؟ طيب يا عم عبده انا جاية حالا. وانا اللي قفلت التليفون وطلعت بره الفيلا، ووائل اول ما شافني قال لي دليدة انتي هنا بتعملي ايه؟ ده انا كنت بدور عليكي، ويا ريت تفهمي البواب ده ان انا صاحب الفيلا دي وانتي مراتي. وانا اللي قطعت كلامه وقلت شش، بالراحة على نفسك لو سمحت، فيلة ايه اللي انت صاحبها ومين دي اللي مراتك؟ ووائل اللي بصلي وهو مش مستوعب كل اللي بيحصل قدامه وقال يعني ايه الكلام ده يا دليدة؟ اوعى يكون اللي بفكر فيه صح، انت عايزة تنصبي عليا انا؟ لا هو صح اللي في دماغك، مش الفيلا دي والشركة، انت اخدتهم برضو بالنصب من ولي نعمتك توفيق ابو العز. ووائل اللي بصلي بكل ذهول وغضب وقال لي وانت عرفت الموضوع ده منين يا دليدة؟ انطقي حالا. جرى ايه يا حضرة؟ انت عمال تقولي دليدة دليدة، هي فين دليدة دي؟
انا الست شمس. شمس ايه اللي انت بتتكلمي عنها دي؟ انت دليدة. وفي الوقت ده قرب مني بابا وماما وقال بس احنا بنقول لها يا شمس، اسمها شمس توفيق ابو العز. لا يا توفيق، بس بنتي في الشهادة اسمها دليدة، دليدة توفيق أبو العز. مش هتفرق كتير إذا كانت شمس أو دليدة، في النهاية هي بنتي وحبيبة قلبي اللي رجعت لي حقي لحد عندي. ووائل اللي بقى يخبط راسه زي المجنون وهو بيقول لا لا، مستحيل. يعني ايه؟ يعني انا اتضحك عليا؟ يعني كل الفلوس اللي في البنك والفيلا راحوا كده؟ وانا اللي قعدت اضحك وابصله بكل شماتة وقلت له لا، وزود عليهم كمان الشركة وكل ما تملك. يعني تقدر تقول دلوقتي ان انا رجعتك حافي زي زمان قبل ما تقابل سيدك توفيق بيها ابو العز؟ لا مستحيل، اكيد انا بحلم، اكيد اللي بيحصل ده مش حقيقي ابدا. انا بقى هثبت لك بنفسي ان هو حقيقي. وانا اللي ضربته بالقلم على وشه وقلت له يوم ما جيت انت وزيزي لحد عندنا الفيلا عشان تاخدوا مننا الفيلا بالسرقة اديتني قلم زي ده بالظبط، لكن دلوقتي انا وانت خالصين من كل حاجة. ووائل اللي اتعصب جدا وحاول يضربني وهو ساند على عكاز، لكن بابا اللي زقه ووقع على الارض، وبابا اللي قال للبواب عم سيد ارمي الزبالة ده بره من هنا، ولو شفته هوب ناحية الفيلا دي تاني اطلب البوليس على طول، مفهوم؟ ودخلنا الفيلا من جوه انا وبابا وماما، وسيبنا وائل يصرخ وهو مرمي على الارض ويشد في شعره. وعدى على كل اللي حصل ده شهرين كاملين، وبابا كان قاعد على مكتبه في الشركة وانا قاعدة جنبه. وبص لعم حامد وقال له متشكر قوي يا حامد على كل اللي انت عملته مع شمس بنتي. لا شكر على واجب يا توفيق بيه، والحمد لله ان الحق رجع لاصحابه من تاني. انا بقى هروح على مكتبي عشان اشوف شغلي. وعم حامد اللي خرج من مكتب بابا، وبابا اللي بصلي وقال لي ها طمنيني يا شمس، عرفتي ايه اللي حصل في قضية زيزي؟ عرفت طبعا يا بابا، اخدت 15 سنة سجن. طيب ووائل مش المستشفى برضو اللي كان قاعد فيها كانت رافعة قضية عليه بالشيك اللي كان كاتبه لهم؟ اتسجن يا بابا، اخد 7 سنين سجن لان الشيك طبعا من غير رصيد. اهو هو ده جزاء طمعهم. المهم يا بنتي يلا روحي شوفي شغلك، انا مش عايز اي كسل من بعد النهارده، ويا ريت بقى ما تقوليش ان انا بنت صاحب الشركه، انا ما عنديش ياما ارحميني في الشغل، مفهوم يا شمس؟ وانا اللي قعدت اضحك بحس عالي وقلت له جرى ايه يا عم توفيق، هو انت شادد حيلك عليا كده من اولها؟ ما تكلمي جوزك يا ست ماما. جرى ايه يا بنت؟ في بنت مؤدبه تقول لابوها يا عم وامها يا ست؟ دي زيادة احترام يا سي بابا. طيب بذمتك عمرك شفت بنت بتفخم في ابوها وتقوله يا عم؟ وفضلنا احنا التلاتة نضحك مع بعض وكنا فرحانين لان الحق رجع لاصحابه وكل واحد اخد حقه. وفي نهاية حكايتنا حابة أقول لكل ظالم نهاية، مهما افتكر إن هو ذكي أو قوي هتلاقي المظلوم أقوى منه بكتير وأذكى كمان، لأن صاحب الحق دايما ربنا بينصره. وكده حكايتنا انتهت، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتم منها زي ما متعودين من حكاياتنا، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ايمي، والسلام عليكم ورحمة الله.